ماتش الزمالك بكره مع السيراميكا مهم جدا جدا جدا. تقريبا ممكن يكون اهم ماتش في الموسم، اهم ماتش الاهلي والزمالك. ليه بقى؟ الزمالك حتى الان الناس كلها بتقول لك الزمالك عامل معجزه. الزمالك في الظروف دي مكمل في الكونفدراليه، بيلعب الكاس، تاني الدوري فوق الاهلي وبيراميدز في الدوري. معجزه. هي مش معجزه، هو كفاح ونضال وظروف مش طبيعيه، ولكنها لسه مش معجزه. المعجزه انك تاخد بطوله في الموسم ده في ظروفك دي، باللعيبه اللي انت مشيتها دي المعجزه. ماتش بكره مهم لانه ماتش في الكاس، مفيش تعادل، مفيش اي حاجه غير خروج واحد كسبان، لازم يكون الزمالك. طب ليه الزمالك؟ اولا الماتش ده صعوبته في انك هتواجه سيراميكا اول الدوري، المتصدر اللي مكمل لحد دلوقتي متصدر الدوري. فرقه قويه جدا، معاها مدرب محترم جدا علي ماهر، معاها صفقات عاليه جدا، شويه واخدينهم من الاهلي، كل لعيبتهم واخدينهم من الاهلي، وشويه واخدينهم من بيراميدز. فرقه قويه. ثانيا ماتش في الكاس، البطوله اللي لازم الزمالك يحاول يضمنها لاخر نفس، لان الدوري مش مضمون. انت عندك بيراميدز وعندك الاهلي وعندك سيراميكا، ثلاثه اجهز منك وسكوادهم اقوى الصراحه. الكونفدراليه مفيش حاجه مضمونه، دي بطوله قاريه كده كده هي صعبه. فالبطوله اللي انت ممكن تراهن عليها هي الكاس. كمان انك لو عديت سيراميكا مشوارك الى حد كبير سهل، تقريبا طلائع الجيش وزد وشويه فرق، فمشوارك الى حد كبير سهل. مفيش حاجه سهله، بس ايوه اسهل بكتير من الدوري واسهل بكتير جدا من الكونفدراليه. لازم بكره الزمالك ما يلعبش غير على الفوز، ويا ريت من اول دقيقه. فرقه قويه ممكن ترجع في اي وقت في الماتش وتقلب عليك الماتش. لازم تجيب جون وتخلص بالتاني وتهدي الريتم، مفيش حل تاني. عاش الزمالك وعاش حبه في قلوبنا، وباذن الله بكره الزمالك هيفوز.